ازيكم عاملين ايه؟ هكمل الجزء التاني من فيديو مستلزمات ولبس النونو في الصيف او في الشتاء حسب الموسم. اولا الناس اللي هتولد في الصيف هحتاج ايه؟ من كل الحاجات اللي هقولها دي هنحتاج 6 او 9. هتقدري تجيبي 9 تمام، مش هتقدري وهتجيبي 6 بس مفيش مشكلة. اول فترة هتجيبي اول حاجة 6 سلوبتات حمالة او قط بكباسين تحت اللبس. لو بنوتة هتجيبي حمالة، لو ولد هتجيبي قط. لو بنوتة وحابة تنوعي بين الاتنين قط وحمالة تمام، الاتنين كويسين. 6 بيجامات نص كم او كم خفيف لو مكونه من القطعتين. مش بتكون مفضله اول فتره لان البيبي بيكون حجمه صغير في السلبتات افضل، بس في ناس بتحب الاجزاء المنفصله عشان تكون اسهل في تغيير الدايبر. اهم حاجه يكون بكباسين او زراير، بلاش يكون سوسته علشان السوسته اوقات بتعورهم في دقنهم. 9 سلوبيتات بيت نص كم او قط زي ما انت حابه. انا ارتحت للقط اكتر عشان الجو حر قوي بصراحه في الصيف. هتحتاجي تجيبي 3 سلوبيت كم ويكون مقفول الايدين والرجلين اول يوم بس. هلبسه الكم اول فتره، ولو هنروح البيت هنغير له تاني، ولو هنغير له قبل ما ينام. ده اول يوم بس، بعد كده هيلبس عادي نص القط لو انت والده في الصيف مفيش اي مشكله. تحتاجي 9 سلوبتات خروج نص كم او قط زي ما انت حابه برضو. لو انت بتخرجي كتير او انت حابه انه اول فتره تتحركي بحريه او معاكي اطفال تانية تتحركي بيهم مثلا، هاتي نفس الكميه اللي هتجيبيها في البيت. هتحتاجي 6 شرابات قطن خفيف في الاول. اهم حاجه نتاكد ان من جوه احنا شايلين كل الخيوط. اي شراب تجيبيه تقلبيه تقصي كل خيوط من جوه عشان ما تلفش على صوابع البيبي لا قدر الله. لو عايزه تجيبي 2 شوزه خروج منظر كده اللي هي بتبقى قماش دي خفيفه تمام. وفي شرابات بتكون كيوت كده عليها من فوق مثلا شكل فراوله او حاجه مجسمه يعني، ممكن تبقى بديل برضو لطيف في الخروج. تحتاجي 9 بافتات قطن ناعمه تكون بزراير او بكبسونه تتقفل، بلاش اللي برباط عشان ما تتربطش حوالين رقبه البيبي. ويفضل لو الجزء اللي من قدام قطن والجزء اللي من ورا يكون ووتر بروف علشان ما يوصلش اي سوائل لللبس بتاع البيبي او لجسمه او رقبته او اي حاجه زي كده. تحتاجي 2 كوفرته صيفي خفيفه. هتحتاجي شياله بيبي تكون محكومه كويس، نوع كويس، او حتى مش شرط يكون ماركه، انا عارفه ان الحاجات دي بتكون غاليه، بس اهم حاجه يكون متوفر فيها المواصفات المظبوطه. هي انه الطفل وهو موجود فيها يكون شكل رجله شبه حرف الام، يعني قاعد مرتاح كويس جدا، مش متشحط او مش كانه متشال لفوق مرفوع. ودي بنحتاج ان احنا نستخدمها من بعد ما البيبي يكمل 4 شهور. ده امن. في حاجات بتتلبس قبل كده زي البيبي راب والحاجات دي، بس انا بحس ان الشياله اسهل في الاستخدام يعني. في البيبي راب ممكن تجيبيها وتستخدميها من اول يوم عادي، بس انا بحس فكره ان انا افك واربط وفي الصيف كمان حاجه ملفوفه عليا كلي بتكون صعبه شويه، بس في ناس بتفضلها مفيش مشكله. انا الشياله بالنسبه لي كانت كويسه من بعد ال4 شهور. تحتاجي 2 جوانتي صيفي غالبا بيكون جاي مع اي طقم فيهم عشان بس النونو ما يخربش وشه اول فتره. ممكن كاب سوفت حمايه من الشمس اول فتره، وبلاش الحاجات او الكابات اللي هي كاتمه خالص على راس البيبي اللي هي ضيقه دي، لانها بتحرر جدا، بتغير درجه حراره جسمه وبتضايقه وبتخليه عايز يكرش في شعره او يكرش في راسه طول الوقت، عامل له اكلين في راسه وبيكون الطفل بيعيط واحنا مش عارفين ايه السبب. فنحاول قدر الامكان في الصيف نستخدم الحاجات دي قليل قوي، استخدم بس كاب او اي حاجه وانا خارجه في الشمس. ولو مش هجيب خالص وهغطيه بالكوفرته بتاعته تمام، مجرد ان انا بحمي راسه من الشمس مباشره. تالت جزء والاخير في لبس البيبي، الناس اللي هتولد في الشتاء هنجيب ايه؟ هتحتاجي تجيبي 6 أو 9 سلوبيت قط مش حمالة. ولد أو بنوتة هنجيب قط علشان بيكون طبقة زيادة يعتبر بيدفي صدر البيبي. هتحتاجي 9 سلوبيت قطن كم داخلي بكباسين برضو. انا في الشتاء بفضل جدا جدا الكباسين افضل من الحاجات اللي هي قطعتين، لان الطفل بيكون متدفي كويس جدا. اهم حاجه انه بس ما يكونش مقاس صغير عليهم. والناس اللي بتخاف من التسريب، طول ما المقاس مظبوط على البيبي مش هيسرب بسبب الكباسين. وطول ما الدايبر نظيف ومش مليان فبرضو الكباسين مش هي السبب في التسريب. سلوبتات الكباسين اكتر حاجه بتدفي البيبي من ظهره وبطنه، مفيش اي حاجه عريانه فيه، مهما شلته البيبي متدفي. عايزين نجيب بيجامات، هنجيب 6 بيجامات قطعتين مفيش مشكله. الطبقه الخارجيه خالص يبقى انا كده متاكده ان في طبقتين تحت اللبس كباسين مدفي البطن والظهر. وهجيب بقى البيجامه قطعتين خامه كويسه، نبعد عن الصوف والفرو والحاجات اللي ممكن البيبي يتحسس منها. وبرده تكون كباسين او زراير، بلاش اي حاجه فيها سوست خالص اول فتره علشان بتيجي في رقبه البيبي او بتيجي في دقنه فبتعوره احيانا من غير ما ناخد بالنا. 9 سلوبتات بيت شتوي مقفول الرجل او مفتوح الرجل حسب تفضيلكم. انا بحب اللي مقفول رجله علشان بيدفي البيبي اكتر، بس في ناس بتخاف انه يصغر بسرعه بسبب الرجل المقفوله فبتجيب المفتوح. لو هنجيب الرجل مفتوحه نلبس شراب طويل نتاكد ان هو متدفي كويس، او اذا كنا هنلبس تحتيه بنطلون. لو كباسين فطبعا الرجل كلها بتبقى مفتحه باينه مش متدفيه، فهنلبس تحتيه بنطلون داخلي. فبالتالي هنحتاج نجيب 9 بنطلونات داخليه تحت السلوبتات.
هنحتاج 6 أو 9 سلوبيتات خروج شتوي، يكون في وبرة داخلية مثلا أو متبطن شوية، بس بلاش الحاجات البامب أو المنفوخة أو الحاجة اللي بتقعد تعمل صوت دي، لأن الحاجات دي بتبقى منفوخة على الفاضي فايبر، والطفل بيكون شبه الدبدوب فيها، مش مرتاح، متكتف جدا ومش متدفي. يعني الحاجة اللي هي مثلا فيها وبرة أو تقيلة شوية أو قطيفة مثلا بتكون لطيفة جدا. هنحتاج 9 أو 12 شراب قطن يكون تقيل، يكون طويل كمان، بيدفي الرجل كويس جدا. أكد تاني نتأكد إنه من جوه مفيش أي خيوط تلف على رجل البيبي، الموقف ده بيتكرر مع ناس كتيرة جدا، أرجوكوا خلوا بالكم. لو حابه تجيبي البافيتات العاديه للبيبي اللي هي من قدام قطن ومن ورا ووتر بروف تمام. في كمان بافيتات شتوي ممكن تجيبيها لو حبيتي، اللي هي طبقتها تقيله شويه فبتمتص اكتر وبتدفي صدر البيبي اكتر، بحيث ان ما يوصلوش اي سوائل خالص لللبس بتاعه او لجسمه. حابه تجيبيها تمام، مش حابه عادي، انا ما جبتهاش، استخدمت البافيتات العاديه خالص. هتحتاجي بطانيه بس شتوي تقيله بغطا بتاع الراس، سواء في البيت سواء بره البيت. البطانيه اللي بتتلف دي احسن حاجه. ناخد بالنا واحنا مغطيين البيبي وهو نايم في البيت انه البطانيه دي ما تجيش على وشه طبعا. تحتاجي بورت شتوي سواء منفصل الرجلين او على بعضه، مفيش مشكله. البورت بيكون لطيف جدا في الشتاء وبيكون اسهل من البطانيه ان هي تتفك مني بره في الشارع. فالبورت اللي بسوسته من على الجنب دوا لطيف. البورت برضو اللي بسكوتش بيتلزق ومنفصل الرجلين ده برضو لطيف. ليه ما قلتش الشياله في الوقت ده او بعد الاربع شهور يعني؟ انا بحس في الشتاء بيكون صعب قوي لان الطفل بيكون لابس تقيل اكتر، الشياله بتزنقه، اطرافه كلها بره مش متدفي، فطبعا الاطراف دي بتسقع، فبيكون صعب شويه. يعني انا خرجت بيها مره في الشتاء حسيت انه لا، انا مرتاحه بالبورت اكتر. وغالبا احنا مش بنفضل شايلين كتير في الشارع لان مش هنتمشى في الشتاء يعني بالبيبي كتير، فمش بنتعب قوي زي في الصيف لو هنتمشى كتير وندخل محلات ونطلع وكده. فافضل اختيار البورت الشتوي ده، جميل قوي في الخروج ومريح للبيبي ومتدفي. هتحتاجي 2 جوانتي شتوي وانتي خارجه بره البيت علشان يدفوا ايدين البيبي. لو عندك سلوبيتات خفيفه خروج مثلا وعايزاه يكون متدفي اكتر، لو في جواكت نيوبورن للمقاس الصغير ده يعني، ممكن تحتاجي 2 بس مثلا تبدلي فيهم. هتحتاجي 3 مثلا او 2 ايس كاب في الشتاء وانتي خارجه بس بره البيت. في البيت مش بنحتاج، يعني مجرد غطا البطانيه كافي، بس في بره البيت بتحتاجي الايس كاب علشان يدفي ودانه كويس جدا ويدفي راسه كويس. كده هنبقى خلصنا كل لبس ومستلزمات البيبي عموما وصيف او شتاء. استنوني فيديوهات تانية. دمتم اشطر مامز.